عمرك حسيت بوجود حاجة حواليك، حاجة مش شايفها ولا سامعها، بس حاسس بيها؟ زي ما تكون في حاجة بتراقبك من بعيد، حاجة مش من عالمنا. رعشة تسري في جسمك، همس بسمك في أوضة فاضية، لحظات تخليك تشك في حدود عالمنا. هل هي مجرد تخيلات، ولا في حاجة أكتر من كده؟ رامي، شاب عايش حياة عادية، لقى نفسه مرمي في واقع مرعب، همس مش من خياله، لكن رسائل من عالم الأموات. كل ليلة كان بيسمع أصوات غريبة، أصوات بتقوله حاجات مش مفهومة. تليفونه اللي المفروض بيوصله بالناس الحية بقى بوابة لعالم تاني. كل ما يفتح التليفون كان بيلاقي رسائل غريبة. رسائل غريبة ومقلقة بدأت تظهر على شاشة تليفونه. كلمات مش مفهومة، لكن كلها بتشير لحاجة واحدة: في حاجة جاية. أرقام غريبة كل ما تظهر على شاشته ترعش قلبه. كان بيحس إن في حاجة بتحاول توصله رسالة. رامي ما كانش يعرف إن حياته على وشك تتغير للأبد. كل حاجة كان فاكرها عن العالم هتتغير. هيقف قريب قوي من سر هيغير كل اللي يعرفه عن الحياة والموت والحد الفاصل بينهم. سر هيخليه يشوف العالم بنظرة جديدة، نظرة مليانة رعب وغموض. في البداية رامي اعتبر الرسائل دي هزار سخيف. أصحابه المعروفين بحبهم للمزح الثقيل ممكن يعملوا أي حاجة عشان يخوفوه. لكن الرسائل دي كانت مختلفة، باردة، بعيدة، ومليانة حزن حقيقي بشكل مريب. اللغة نفسها قديمة، كلمات محدش بيستخدمها دلوقتي. في ليلة من الليالي الفضول غلب خوف رامي، قرر يرد على الرسائل. كتب كلمة واحدة: ألو، وبعتها في الظلام الرقمي. الرد جي في لحظتها: رامي، لازم تساعدنا، احنا محبوسين. رامي اتجمد من الخوف. مين الناس دي؟ وازاي يعرفوا اسمه؟ وعايزين منه ايه؟ لازم يعرف الحقيقة. الوقت كان بيجري. الحدود بين الحقيقة والكابوس اختفت بالنسبة لرامي. النوم بقى حاجة بعيدة، والقلق والاضطراب سيطروا عليه. صوت تليفونه اللي كان بيحبه بقى يرعبه. ابتعد عن أصحابه وعائلته، عزل نفسه،
وبقى مشغول بالرسائل طول الوقت. حياته اللي كانت مليانة بالحياة بقت سجن من الخوف، وتليفونه بقى تذكرة دايمة بالعالم المجهول اللي وقع فيه. الرسائل زادت، والتوسلات للنجدة بقت أكثر إلحاحاً. رامي كان عارف إنه لازم يعمل حاجة، لكن إزاي هيتواصل مع الأموات؟ ثقل المجهول كان بيزيد عليه، وكان هيتهد تحت ضغطه. رامي في لحظة يأس بدأ يدور على مساعدة من أي حد ممكن يصدقه. اتكلم مع واحد من رجال الدين ومحقق في الأحداث الخارقة، وحتى مع واحدة من الناس اللي بيقولوا إنهم بيقدروا يتواصلوا مع عالم الأموات. بعضهم اعتبروا مجنون، والبعض نصحوا إنه ما يتواصلش مع الأرقام دي تاني. لكن محدش قدر يديله الإجابات اللي بيدور عليها. الوقت كان بيعدي بسرعة، الرسائل زادت والتوسلات بقت أكبر. رامي كان عارف إنه لازم يعمل حاجة، أي حاجة، عشان يساعد الناس دي. الخوف اتحول لشعور بالالتزام والمسؤولية، هو أملهم الوحيد. وفجأة في يوم من الأيام الرسائل وقفت. الصمت كان مرعب، أكثر رعباً من وابل الرسائل والتوسلات. وفي الوقت اللي كان رامي فاكر فيه إن كل حاجة انتهت، جات له رسالة أخيرة، ما كانتش من أي رقم يعرفه، رقم جديد ومجهول. الرسالة كانت بسيطة ومرعبة: دور كويس يا رامي، الإجابات حواليك. رامي قرأ الرسالة تاني وقلبه بيدق بقوة. دور كويس؟ يعني إيه الكلام ده؟ وفجأة فهم، هو كان مركز مع الرسائل نفسها لدرجة إنه ما شافش الصورة كاملة. رامي قضى الأسابيع اللي بعدها بيراجع كل رسالة وكل تفصيل. كان بيقضي ساعات طويلة في قراءة كل حرف وكل كلمة، محاولاً يفهم الرسائل المخفية وراها. اكتشف إن الرسائل مكانتش مجرد طلبات مساعدة عشوائية، كانت أكتر من كده بكتير. دي كانت مفاتيح، كل مفتاح بيشاور على مشكلة معينة في حياتهم. كل رسالة كانت بتكشف عن قصة، عن ألم، عن أمل. ليلي كانت ندمانة علشان وعد قطعته لمامتها، كانت بتتمنى لو تقدر ترجع بالزمن وتصلح اللي فات. عم حسن كان نفسه يشوف ابنه اللي متخانق معاه من زمان، كان بيحلم بلحظة المصالحة. رامي قرر يصلح الأخطاء دي، قرر إنه يكون الجسر اللي يوصل بين القلوب المتباعدة. ساعد في لم شمل العائلات وتحقيق أمنيات قديمة وجلب السلام للنفوس المتعبة. كان بيشوف الفرحة في عيونهم وبيحس بالراحة في قلبه. الرسائل زي ما اكتشف ما كانتش هدفها تخويفه، كانت بتدور على حد يسمعها، حد يفهمها. دي كانت أرواح بتدور على الراحة، على السلام في العالم التاني، كانت بتدور على نهاية سعيدة. التجربة دي غيرت رامي، خلته يشوف الحياة من منظور جديد. بقى بيشجع الناس على التواصل مع بعض، على الاهتمام بالأحباب وحل المشاكل قبل فوات الأوان. كان بيحس إن رسالته في الحياة بقت أوضح. شارك قصته مع الناس وحثهم على الاستماع للصرخات، مش بس صرخات الأموات، لكن صرخات الأحياء كمان. كان بيحس إن كل كلمة بيقولها بتوصل لقلوبهم، لأن كل سؤال من غير إجابة وكل مشكلة من غير حل ممكن تسيب روح تايهة بتدور على السلوان في عالم ما بقاش يسمعها. كان بيحس إن مهمته هي إنه يكون الصوت اللي بيسمع والقلب اللي بيفهم.